قالوا زمان. قالوا زمان. دنيا المجانين أحلى حاجة فيها الوجود، نعيش الحقيقة وننسى الخلود. قالوا زمان. قالوا زمان. المثل ايه هو غير كلمة وحكمة جت من ناس بتدينا العبرة. قالوا زمان. قالوا زمان. ومن الأمثال حواديت خيالية أو تكون أسطورة واتقالت. قالوا زمان. قالوا زمان. وممكن يكون صاحب المثل اسمه في التاريخ انحفر. قالوا زمان. قالوا زمان. أو قصة سمعت وتعلمنا منها أصل المثل. قالوا زمان. قالوا زمان. وعمر ما كان المثل ده كلمة من غير معنى. قالوا زمان. قالوا زمان. تعالوا نشوف مع بعض المثل. قالوا زمان. قالوا زمان. ومثلنا النهاردة مسمار جحا. وازاي جحا وصل لهدفه بالعقل من غير حق. وتعالوا نشوف ايه اصل المثل. أصل الحكاية أن جحا كان يملك بيتا وأراد أن يبيعه، ومن غير ما يفرط فيه اشترط على المشتري أن يترك له مسمارا في حائط البيت. فوافق المشتري من غير ما يلاحظ نية جحا، واتفاجئ بعد أيام بجحا داخل عليه بيته. ولما سأله على سبب الزيارة قال له جحا جاي اطمن على مسماري. ورحب به الرجل وضايفه، لكن الزيارة طالت والرجل من جحا اتحرج. واللي فاجئ الراجل اكتر ان جحا خلع بيته وفرشها على الارض واستعد للنوم. فسأله المشتري ماذا تنوي ان تفعل يا جحا؟ فأجابه جحا بهدوء سأنام في ظل مسماري. ومرت الأيام والموقف اتكرر، وخصوصا وقت الطعام، فلم يتحمل الرجل جحا فترك له الدار بما فيها وهرب. حابينكم تعرفوا ايه حكاية مسمار جحا وتشاركونا برأيكم. استنونا في راديو مجانين، ومعانا ومع كل الحلوين هنفضل نقول على رأي المثل وقالوا زمان. قالوا زمان. قالوا زمان. قالوا زمان. قالوا زمان.